بسم الله ما شاء الله. كل اللي يشوف أكلة حلوة كده يقول بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا بقى معايا نخش نشوف الأكلة الجميلة الحلوة دي. نشوف صينية الكفتة بالبطاطس بالخضروات الجميلة الحلوة اللي هي تفتح النفس وماشية تبع الرجيم برضو وماشية غذاء للصحة والجسم. تعالوا نخش نشوف بقى الطريقة ونشوف بقى المواصفات بتاعتها ونشوف التكات والحركات بتاعت ماما ناهد اللي بتعملها في الحاجات دي. طيب انا عملت الكفته يا حبايبي بقى اهو وغرفتها في الاطباق بتاعتي. الكفته لوحدها طبعا دي فراخ، دي قطع فراخ كنت حطاها في جنب في الصينيه برضو. ودي عاملاها كفته وعملت صينيه واحده كلها صينيه واحده. بس الطعم تحفه الريحه اطعم اطعم. وحطيت معاها بقى صواني بقى، حطيت معاها بقى خضروات بقى جزر وحطيت بطاطس. لو عندك بسلة فاصوليا حاجات برضو حطيها تبقى زي خضار سوتيه يعني. هتبقى تحفة وغرام غرام وانتقام الأكل يعني حاجة يعني ايه عشان نعمل رجيم عمرنا. خلصت يا حبايبي بقى الأكل بتاعي وسويته بقى. ومش لحد كده وبس، لا هنخش بقى نشوف ايه الطريقة والوصفة والحاجات الحلوة اللي ماما ناهد كانت عاملاها كده. الله على الجمال والحلاوة. ومعايا بقى نص كيلو من اللحمة المفرومة. ومعايا مخرطة طبعا بطاطس، مخرطة قوطة، مخرطة جزر، ومخرطة بقى الخضروات ديك ومجهزاها حواليا. وهجيب نسبة من جميع التوابل، السبع توابل بقى والفلفل الأسمر والكمون والتوابل كلها الحلوة اللي بتتحط على ايه على الكفتة بقى وبتتحط على الخضار. تحطيها على جميع اي اكل هتحطيها التوابل، كل جميع التوابل دي تخلي الاكل تحفة وجميل وحلو. متنسوش الفازر الحلوة بتاعتي اللي هناك دي تحفة والله حلوة وبحبها. حطيت التوابل يا حبايبي بقى اهو على الكفتة بتاعتي. وهمسك بقى اتبلها بايدي بقى كده لما اخليها بقى ايه تاخد وتيجي ببعضها كده وخليها عجمية. الله على الجمال والحلاوة. والله شوية التوابل تحفة ومخليين طعم الصينية يجنن يجنن يجنن. ودي توابل طبعا كفتة برضو حطيتها عليها. طبعا دي جاهزة غير التوابل بقى الحواجي اللي انا بحطه على جميع الاكل بتاعي برضو حطيت من النسبة اهو. مسكت الكفتة بتاعتي بقى. قعدت بقى اعجن واضرب فيها لما شربت التوابل دي كلها. لازم ولابد عشان لما تصبعها بقى ايه تمسك بعضها. وحطت لها بيضة، الا البيضة جميلة تخلي الكفتة تمسك كده ببعضها وتبقى حلوة. مسكت بقى لحمتي بقى زي ما انتم شايفينها بقى كده وعسقتها بقى حلو بايدي. مش عسقتها بقى على البوتاجاز بالبصلة، لا عسقتها في ايدي كده. ودي نسبة من الفراخ اهيك متبلاها بجميع التوابل برضو ومية البصلة ومية قوطة وتبلتها بيها برضو وركنتها. وحطيت عليها بقى ايه ندعم الفيجيتار والندع دي كده حاجات بسيطة بس كده يعني ايه عشان تمسكها ببعضها. حاجة جميلة وحاجة حلوة. الله على الجمال والحلاوة والله. وانا بعملها والصينية بتستوي تحفة تحفة وجميلة وحلوة. خلصتها بقى يا حبايبي بقى هي جبت ورق فوزلين عندي ومسكت الكفتة بتاعتي صبحتها كلها. ومسكها رصيت بقى نصها نص الصينية رصيتها كفتة. وحطيت ما بين الكفتة والنص التاني اهو فراخ زي ما انا قلت كنت مقطعاها مكعبات. نص كفتة ونص فراخ. ومسكت الخضار بتاعي بقى اللي هو الجزر اللي هو البصل اللي هو القوطة اللي هو البطاطس. ومسكتها بقى يا حبايبي بقى وحشرت ما بين الكفتات بتاعتي بقى كده وما بين اللحمة ما بين الكفتة وما بين الفراخ. وحشرت الخضار بتاعي كله كده بقى وخلصتها رص. ودخلت لكم بقى على فرن البوتاجاز حطيتها بقى وكل شوية اشقر عليها لما بقت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. صراحة الطعم والريحة وسهلة والله سهلة في العمايل والتتبيل. ما خدتش حاجة معايا في العمايل. وقمت نص ساعة دغري كده عملتها وخلصتها واتغدينا بيها. غرام غرام وانتقام الاكل حاجة حلوة يعني. كنت متبلة بقى البصلة والخضار بتاعي طبعا برش عليه فلفل اسمر ونسبة صغننة قوي من الملح علشان برضو الحاجة تبقى حايقة معاكي. حطيت بقى الصينية بتاعتي دي بقى على حسب هات الشوش. شربت منها فيها باكت ميه شربت منها فيها
الشوط في فرن البوتاجاز. بس صراحة نفسي اعملها تاني مرة واتنين وتلاتة وعشرة من الطعم والجمال والحلاوة بتاعتها. شايفين الشكل والجمال. الخضار مرصوص ما بين الكفتة وما بين قطع الفراخ، والطعم بقى جميل. الله الله الله، حلو والله. تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله كده. بعد ما استوت يا حبايبي هي الطعم والريحة تحفة. سهلة، وقوم اعمليها بقى النهاردة كده أكلة وجبة جميلة وحلوة ومغذية وحلوة. لايك وشير وسبسكرايب.